عزيزي المتابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخلصت الجولة الثامنة وخلص دور الدوري أو جدول الدوري أو مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، وخلاص عرفنا مين الفرق اللي اتأهلت لدور ال16، الثمان فرق اللي اتأهلوا مباشرة، وعرفنا مين ال16 فرقة اللي اتأهلوا لدور الملحق واللي هيلعبوا مع بعض ماتشات رايح جاي علشان نعرف مين الثمان فرق اللي هيتأهلوا مع الثمان فرق التانيين ويوصلوا لدور ال16، وهنشوف مين الثمان فرق اللي هيخرجوا من مرحلة الملحق وهيغادروا البطولة. مرحلة دور مجموعة أو مرحلة جدول دوري كانت قوية جدا من وجهة نظري، والنظام الجديد ده أنا شايف إن هو نظام حلو و10/10، ونظام ادى قوة للبطولة أكتر، وخلى زي ما قلنا في حلقات فاتت خلى كل الفرق تقريبا عندها فرصة للوصول وفرصة للمنافسة. ما عادش النظام عبارة عن مجموعة فيها 4 فرق، فرقتين قويين هم اللي بيصعدوا، لا، النظام الجديد نظام الدوري دوت مدي لكل الفرق الفرصة ان هي تنافس مع بعض، وشفنا فرق كتير اثبتت جودتها، وشفنا فرق كتير وصلت مباشرة لدور ال16 وهي اصلا ما كانتش مرشحة ان هي اللي توصل للدور ده. فعشان كده بقول لك انه النظام الجديد نظام اكتر من رائع، وحل عبقري من الاتحاد الاوروبي لكرة القدم في ان هو يقوي المنافسة اللي هي اصلا في الاساس كانت قوية. حل عبقري منهم ان هم يعلوا المنافسة فيها اكتر واكتر. في حلقة النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض وهنشوف ايه اللي حصل في الجولة الاخيرة، وهنتكلم عن الثمان فرق اللي صعدوا على طول لدور ال16، وهنشوف 16 فرقة اللي وصلوا لدور الملحق، وهنشوف ايه الماتشات اللي مستنيانا، وهنشوف بعد الفرق دي او بعد الثمان فرق اللي هيصعدوا من دور الملحق ايه اللي هيحصل بعد كده عندنا في دور ال16. هنتكلم في كل حاجة من الحاجات دي، لكن اول حاجة كده تعملها يا حبيب اخوك تنزل على طول كده تدور كده على زرار السبسكرايب فين وتتك عليه وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا، وتنزل بقى برضو تعمل لي برضو وانت تحت برضو قبل ما تطلع لي اعمل سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو، واعمل شير بقى على قد ما تقدر. عايزين نوصل القناة لأول 1000 سبسكرايب ان شاء الله معانا. ما تبخلش على اخوك، انزل اعمل سبسكرايب للقناة وفعل زرار الجرس. يلا بقى جهز لنا كده 2 قهوة كده عشان نعدل المزاج، ويلا بينا علشان نشوف ايه اللي حصل في الجولة الثامنة من دور مجموعة او من دور الدوري في دوري ابطال اوروبا. طيب، في الجولة الأخيرة من دور الدوري أو من جدول الدوري في دوري أبطال أوروبا كان عندنا 18 مباراة كلهم اتلعبوا في توقيت واحد علشان ما يحصلش فيه أي نوع من أنواع التلاعب، وعشان ما يبقاش فيه فرقة بتعرف ايه اللي يحصل او عرفت ايه اللي حصل في الماتش اللي فات. فعارف انت النظام ده الاتحاد الاوروبي حب ان هو يمنع كل ده، فال18 مباراه في وقت واحد اتلعبت. عندنا مباراه ايندهوفن الهولندي وليفربول على ملعب ايندهوفن، والمباراه الاخيره ليفربول كان ارن سلوت يعني ايه مريح فيها معظم لاعيبه الفرقه، محمد صلاح بقى وغيره، وكان بيلعب تقريبا بالفرقه الثانيه، وعلشان كده ليفربول انقاد للهزيمه الاولى ليه في دور او في جدول الدوري. ما كانش في السبع مراحل او ال7 جولات اللي فاتوا ما كانش اتغلب في ولا جوله. اتغلب في المباراه الاخيره قدام بي اس في ايندهوفن اللي كان فوز مهم بالنسبه له، قدر بيه ان هو يوصل لمرحله الملحق. فليفربول اتغلب 3-2 من بي اس في ايندهوفن، ولكن فضل ليفربول يعني متصدر القائمة ومتصدر جدول الدوري، وصعد أول على جدول الدوري كله بقى ب21 نقطة، كان هو لسه المتقدم. بايرن ميونخ قدر ان هو يكسب في الجولة الأخيرة على ملعبه، قدر ان هو يكسب سلوفان بارتسلاف. دورتموند على ملعبه بعد ما أقالوا نوري شاهين قدروا ان هم يغلبوا شختار دونيتسك الاوكراني في ملعبهم في المانيا 3-1. برضو عندنا باير ليفركوزن استقبل سبارتا براغ على ملعبه في المانيا وقدر ان هو يكسب 2-0. جيرونا استقبل ارسنال اللي ماشي بمستوى جيد جدا في البطولة، وقدر الارسنال ان هو يغلب 2-1 ويصعد من ال8 فرق الاولانيين. برشلونة على ملعبه في مباراة كانت قوية جدا مع اتلانتا اللي عامل بطولة مميزة جدا، برشلونة واتلانتا اتعادلوا مع بعض 2-2. بريست استقبل ريال مدريد على ملعبه وقدر الريال ان هو يرجع بفوز مهم 3-0 ويحجز لنفسه مقعد في دور الملحق. مانشستر سيتي في مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة له على ملعبه في ملعب الاتحاد قدام كلوب بروج،
كان لازم مانشستر سيتي يكسب لو عايز ان هو يتأهل للمرحلة اللي جاية، عشان مانشستر سيتي كان موجود في المركز ال 25 اللي كان يخرجه بره البطولة على طول، فكان لازم يكسب وكان متأخر في النتيجة 1-0 في المباراة، ولكن مانشستر سيتي قدر ان هو يرجع في النتيجة وقدر ان هو يكسب 3-1 وقدر ان هو يحجز لنفسه مكان في دور الملحق. فرقتين بقى خرجوا اصلا من البطولة اصلا من زمان. يانج بويز استقبل النجم الاحمر، يعني مباراة ملناش اي علاقة بيها. النجم الاحمر قدر يكسب يانج بويز وهما الاثنين طلعوا، يعني هما الاثنين غادروا البطولة. ليل على ملعبه، ليل اللي عامل اداء اسطوري يعني اداء 10/10 في البطوله لغايه دلوقتي، ومتاهل من الثمان فرق الاولانيين في البطوله، تاهل على طول مباشره لدور ال16. ليل استقبل فاينورد على ارضه فرنسا، وليل مسك فاينورد غسله 6-1 مع الرأفه، وتاهل زي ما بقول لك كده على طول لمرحله دور ال16. يوفنتوس على ملعبه، يوفنتوس افتكر الكلام اللي انا قلت لك عليه قبل كده، يوفنتوس مش كويس وشكله مش حلو وما اعتقدش ان هو هيكمل في البطوله. يوفنتوس على ملعبه قدام بنفيكا بيتغلب 2-0، بيتأهل لمرحلة الملحق، ولكن مستوى سيء جدا من اليوفي. استون فيلا على ملعبه استقبل سيلتيك الاسكتلندي، وقدر استون فيلا ان هو يكسب 4-2، واستون فيلا برضه عامل اداء محترم جدا في دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي، وقدر ان هو يتأهل في الثمان مراكز الاولانيين. دينامو زغرب بقى استقبلنا ميلان، استقبلنا هناك على ارضه، وكالعادة ميلان يعني ما يمشي شويه حلو وشويه وحش. اتغلبنا هناك في دينامو زغرب، اتغلبنا هناك على ملعب دينامو زغرب 2-1، ولكن صعدنا مع الناس اللي صعدت كده لدور الملحق. وفي الناحيه الثانيه من المدينه انتر ميلان استقبل موناكو، وانتر ميلان قدر ان هو يكسب 3-0 ويتاهل على طول مباشره لدور ال16. شتورم جراتس على ملعبه استقبل لايبزيج، والاثنين خرجوا. شتورم جراتس كسب 1-0، ولكن برضه مباراه مالناش دعوه بيها. ريد بول سالزبورج اللي هو كمان خرج بره البطوله استقبل اتلتيكو مدريد على ملعبه. اتلتيكو مدريد اللي ماشي باداءات 10/10 في البطوله غلب وقدر ان هو يكسب نتيجه كبيره 4-1 في المانيا، وقدر ان هو يتاهل على طول مباشره لدور ال16. سبورتنج لشبونه استقبل بولونيا، والاثنين تعادلوا مع بعض 1-1، وسبورتنج لشبونه صعد لمرحله الملحق. واخيرا باريس سان جيرمان، واللي بقاله جولتين فايق جدا بعد ما كسب مانشستر سيتي في مباراه اكتر من رائعه في الجوله السابعه، راح هناك لملعب شتوتجارت وقدر ان هو يرجع بفوز كبير ومهم، عزز من وجوده في مرحلة الملحق. كسب باريس سان جيرمان 4-1 وصعد هو كمان لمرحلة دور الملحق، علشان يبقى الترتيب النهائي زي ما انت شايف قدامك كده، يبقى الترتيب النهائي لمرحلة الدوري في دوري ابطال اوروبا، او في جدول الدوري مرحله الدوري في دوري ابطال اوروبا كالتالي: الثمان مراكز الاولانيين والثمان فرق الاولانيين اللي ضمنوا صعودهم على طول لدور ال16. ليفربول في المركز الاول برصيد 21 نقطه، ووراه برشلونه في المركز الثاني ومعاه 19 نقطه. ارسنال في المركز الثالث، وانتر ميلان في المركز الرابع والاثنين معاهم برضو 19 نقطه. اتلتيكو مدريد في المركز الخامس معاه 18 نقطه، وباير ليفركوزن في المركز السادس ومعاه 16 نقطة. وعندنا بقى في المركز السابع والثامن الفرقتين اللي عاملين زي ما قلت لك كده اداءات عظمة على عظمة في البطولة: ليل واستون فيلا، كل واحد فيهم برضو معاه 16 نقطة، والاثنين ضمنوا وصولهم المباشر على طول لدور ال16. دول الثمان فرق اللي ضمنوا على طول مش هيلعبوا دور الملحق، وهيستنوا بقى الناس اللي هتكسب من دور الملحق، دول موجودين على طول في دور ال16. عندنا بقى ال16 فرقة التانيين من المركز التاسع للمركز ال24 اللي ضمنوا صعودهم لدور الملحق، واللي هيلعبوا ماتشات مباشرة كده رايح جاي مع بعضهم البعض. عندنا كده بالترتيب اتلانتا وبروسيا دورتموند وريال مدريد وبايرن ميونخ واي سي ميلان، وكل واحد من دول معاه 15 نقطة. عندنا بعدهم بي اس في ايندهوفن واللي معاه 14 نقطة، وبعدهم عندنا باريس سان جيرمان وبنفيكا وموناكو وبريست وفاينورد، وكل واحد من دول معاه 13 نقطة. يوفنتوس وسيلتيك معاهم 12 نقطة، وبعد كده مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة وكلوب بروج، وكل واحد من دول معاهم 11 نقطة. دول ال16 فرقة اللي تأهلوا لدور الملحق، واللي اتعملت ما بينهم القرعة واللي هنجيلها بعد شوية.
8 فرق منهم هيصعدوا مع ال8 فرق التانيين اللي صعدوا مباشره، و8 فرق منهم هيخرجوا بره البطوله. في المراكز بقى اللي عندك من المركز ال 25 للمركز ال 36، دي الفرقه بقى او دول الفرق اللي احتلوا المراكز الاخيره في جدول الدوري وخرجوا على طول بره بطوله دوري ابطال اوروبا مباشره. دينامو زغرب بقى، على شتوتجارت، على شختار، على بولونيا، النجم الاحمر، شتورم جراتس، سبارتا براغ، ريد بول لايبزيج، جيرونا، ريد بول سالزبورج، سلوفان بارتسلاف، ويانجو بويز، الفرقتين اللي ما حققوش اي انتصار واي تعادل ومعهمش اي نقطه. كل الفرق دي بقى اخذت ايديهم في ايدين بعض كده وخرجوا كده بالصلاه على النبي كده ايه عليه الصلاه والسلام، يعني خرجوا كده بره البطوله. بعد ما خلص مرحله الدوري او مرحله دور الدوري في دوري ابطال اوروبا، اتعملت القرعه بقى، وركز معايا بقى علشان نشوف ايه اللي مستنينا في الملحق. وبعد ما الفرق تتأهل من الملحق مين اللي هيقابل مين. ركز معايا بقى، في عندنا طريقين زي ما انت شايف قدامك كده، انا هسيب كده الصوره دي قدامك عشان تبقى ايه تفهم معايا كده اللي هيحصل. في عندنا طريقين في دور ال16، بدايه من دور ال16 الحقيقي بقى، في عندنا طريقين لغايه ما نوصل للنهائي. في عندنا مباريات اتعملت القرعه في دور الملحق، في عندنا 8 ماتشات في دور الملحق. في عندنا طريق هيبقى فيه ماتشات زي بريست مع باريس سان جيرمان، دي بقى ايه ده القرعه لما حصلت في دور الملحق، دي المواجهات اللي هيلعبوا او دي المواجهات اللي هتحصل، دي الفرق اللي هتقابل بعضها. بريست مع باريس سان جيرمان، كلوب بروج مع اتلانتا، مانشستر سيتي مع ريال مدريد، يوفنتوس مع ايندهوفن. كل دول في سكه واحده مع الفرق اللي هيصعدوا لها في دور ال16. بمعنى عندك بريست وباريس سان جيرمان، بريست وباريس سان جيرمان. طب خليني في الاول اخدك الناحيه الثانيه عشان تبقى فاهم معايا، عشان برضو ايه لو قلت لك الحته دي مش هتفهم الناحيه الثانيه. عندنا الناحيه الثانيه موناكو مع بنفيكا، سبورتنج لشبونه مع بروسيا دورتموند، سيلتيك مع بايرن ميونخ، فاينورد مع اي سي ميلان. تمام، يبقى دول ايه الطريقين، دي الثمان او دي الاربع ماتشات اللي هيتلعبوا في الملحق، ودول الاربع ماتشات التانيين اللي هيتلعبوا في الملحق. وفي عندنا طريقين دلوقتي. طيب ايه اللي هيحصل بقى لما مرحله الملحق تخلص ويصعد 8 فرق لمرحله دور ال16؟ ركز معايا بقى، هتحصل قرعه ثانيه بس هقول لك بقى اللي هيحصل ازاي. شوف بقى في الصوره اللي قدامك دي، شوف مثلا ماتش هضرب لك مثال عشان تبقى فاهم. شوف مثلا ماتش بريست وباريس سان جيرمان، وماتش موناكو بنفيكا قدامه الناحيه الثانيه. ركز معايا، بريست وباريس سان جيرمان، والناحيه الثانيه موناكو بنفيكا. بريست وباريس سان جيرمان اللي هيكسب فيهم هيصعد لدور ال16. هيلاعب مين؟ هيلاعب يا اما ليفربول او برشلونه. يعني مثلا باريس سان جيرمان كسب بريست، فباريس سان جيرمان اتأهل لدور ال16. هيجي كده في القرعه هيبقى باريس سان جيرمان اهو، وقدامه كورتين، كوره فيها برشلونه وكوره فيها ليفربول. هيسحبوا له واحد مثلا ليفربول، يبقى باريس سان جيرمان مع ليفربول. طيب برشلونه بقى يروح فين؟ يروح للمباراه الثانيه اللي انا قلت لك قارن ما بينها، اللي هي موناكو بنفيكا. موناكو بنفيكا لو مثلا بنفيكا كسب يبقى بنفيكا يقابل مين؟ برشلونه. فهمت معايا كده؟ يبقى في مباراه من هنا قدامهم مباراه من هنا، وفي فرقتين من ال8 فرق اللي صعدوا لدور ال16 مباشره مستنيين، واحد هيروح للطريق ده وواحد هيروح للطريق ده. يعني زي ما قلت لك كده برشلونه وليفربول دول سكه واحده، او دول اتنين مع بعض هم فرقتين مع بعض. وفي عندك بريست وباريس سان جيرمان دي مباراه في دور الملحق، والناحيه الثانيه موناكو بنفيكا دي مباراه ثانيه في دور الملحق. اللي هيكسب من بريست وباريس سان جيرمان هياخد واحد من الاثنين، يا اما ليفربول او برشلونه، والفريق اللي هيفضل منهم هيروح للمباراه الثانيه او هيروح للي هيكسب من المباراه الثانيه ما بين موناكو وبنفيكا. بنفس الشكل ده بقى قيس بقى كل الماتشات التانية. يعني مثلا كلوب بروج واتلانتا معاهم مين؟ معاهم الناحية التانية سبورتنج لشبونة وبروسيا دورتموند. اللي هيكسب من هنا واللي هيكسب من هنا، واحد فيهم هياخد ليل وواحد فيهم هياخد استون فيلا، سواء ده او ده. عندك بعد كده ضرب النار بقى، ضرب النار، اقوى ماتش في دور الملحق، ويعني هيبقى صعبان عليا قوي ان واحد من الاثنين يخرجوا، ولكن دي القرعه. مانشستر سيتي وريال مدريد، واحد فيهم لازم يخرج في دور الملحق. انت متخيل معايا؟ مانشستر سيتي هيصطدم مع ريال مدريد في دور الملحق، واحد فيهم لازم يخرج. عندك مانشستر سيتي وريال مدريد، وفي الناحيه الثانيه سيلتيك وبايرن ميونخ. اللي هيكسب من مانشستر سيتي وريال مدريد واللي هيكسب من سيلتيك وبايرن ميونخ، واحد فيهم هياخد اتلتيكو مدريد
والتاني فيهم هياخد باير ليفركوزن. يعني اتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن دول صعدوا على طول لدور ال 16 مباشره. واحد فيهم مستني اللي هيكسب من مانشستر سيتي وريال مدريد، والتاني مستني اللي هيكسب من سيلتيك وبايرن ميونخ. واخيرا عندنا يوفنتوس وايندهوفن، وعندنا فاينورد واي سي ميلان. دول اخر مباراتين معانا في دور الملحق. اللي هيكسب من هنا واللي هيكسب من هنا هيستنوا، يا اما واحد فيهم يا اما هياخد ارسنال والتاني هياخد انتر ميلان. دي اللي هيحصل. يعني بعد ما يخلص دور الملحق هتحصل قرعه تانية، واعتقد ان دي هتبقى اخر قرعه، لان الطريق بعد كده هيبقى ايه معروف للكل. يعني الاتحاد الاوروبي بقى موضح الطريق لغايه النهائي، لكن القرعه اللي هتحصل المره الجايه على طول في دور ال 16 عشان يشوف الفرقه اللي هتصعد من هنا هتاخد مين، والفرقه اللي هتصعد من هنا هتاخد مين. يا رب اكون قدرت اوصل لك وقدرت افهمك ايه اللي هيحصل في دور الملحق وايه اللي هيحصل في دور ال 16. طبعا اقوى مباراه في دور الملحق طبعا مانشستر سيتي وريال مدريد. ماتش هيبقى قوي جدا. وسيبك بقى من اداء الفرقتين في دور المجموعه، يعني هما الاثنين اصلا كان مستواهم مش قد كده، وكان مستواهم سيء في دور المجموعه، وكانوا مش احسن حاجه. ولكن وصلنا للادوار الاقصائيه. اعتقد ان الفرقتين بالتدعيمات، سواء اللي عاملها مانشستر سيتي، واللي هنتكلم عن صفقه عمر مرموش ده انا هعمل لها حلقه، لان دي حاجه كبيره، وطبعا اتاخرت في الحلقه في الكلام عنها، ولكن لازم اعمل لها حلقه. مانشستر سيتي بالتدعيمات وريال مدريد، والاثنين لما هيوصلوا للادوار الاقصائيه لا هنشوف احنا هنبقى على موعد مع مباراه قمه في الروعه وقمه في القوه وقمه في كل حاجه انت عايز قولها. فيعني هيبقى ماتشات قويه جدا. ويعني عايز اقول لك ان كل اصلا دور الملحق هيبقى ماتشات قويه، لان كل فرقه هتحب ان هي تحارب على حظوظها. بريستو باريس سان جيرمان ماتش ديربي فرنسي هيبقى ماتش قوي جدا. ويعني اوعى تفتكر ان الماتش هيبقى سهل على باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان كفته اقوى شويه، ولكن بريست عامل دور مجموعه الى حد ما محترم. وكان دايما يعني اغلب فترات الجولات كان بريست موجود في الثمان مراكز الاولانيين، ولكن في اخر جولتين بس هم دول اللي وقعوه. فهيبقى ماتش قوي. كلوب بروج واتلانتا هيبقى ماتش قوي برضه. يوفنتوس وايندهوفن ماتش برضه حلو جدا، وماتش من وجهه نظري هيبقى ماتش صعب على اليوفنتوس، اصعب من ايندهوفن. ايندهوفن برضه عامل اداء قوي، ويوفنتوس زي ما بقول لك كده حالته مش احسن حاجه. هيبقى ماتش برضه قوي. موناكو وبنفيكا هيبقى ماتش برضه قوي جدا، والفرقتين مستوياتهم مميزه جدا. سبورتنج لشبونه ودورتموند، وشفنا سبورتنج لشبونه عمل دور محترم في دور المجموعات او في دور المجموعه، وقدر يغلب مانشستر سيتي بنتيجه كبيره وعمل اداءات قويه. فهيبقى برضه ماتش قوي. سيلتيك وبايرن ميونخ يمكن ده اللي هو اسهل ماتش فيهم. كفه بايرن ميونخ يعني تقيله شويه على سيلتيك. وفاينورد واي سي ميلان، وربنا يستر. يعني يا رب ربنا يستر، يا رب ربنا يستر، ونعمل بقى بتاريخنا. يا رب الميلان يعمل بتاريخه، ويا رب الميلان يكسب فاينورد. ماتشات هتبقى كلها قويه. ولكن طبعا السيتي والريال مدريد ده في حته لوحده، ده هيبقى ضرب نار نهائي مبكر جدا 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 جدا. فهنشوف اللي هيحصل. ده اللي حصل في الجوله الاخيره من دور او من دور الدوري في دوري ابطال اوروبا. ودول الثمان فرق اللي صعدوا على طول لدور ال16، ودول ال 16 فرقه اللي صعدوا لدور الملحق. ودي المباريات اللي مستنيانا، وده اللي هيحصل بعد ما يتاهلوا الثمان فرق التانيين لدور ال16. اتمنى ان انا اكون قدرت اوصل لك وقدرت افهمك النظام بتاع البطوله هيمشي ازاي. في التعليقات بقى انا عايزك تقول لي شايف مين اقوى مباراه في الثمان ماتشات اللي هتتلعب في دور الملحق، وتوقعاتك لمين اللي هيتأهل لدور ال16. يعني انا ممكن اقول لك توقعاتي، خلينا نلعب معاك اللعبه دي، اقول لك توقعاتي مين اللي هيتأهلوا من الثمان فرق اللي هيتأهلوا لدور ال16. بريستو وباريس سان جيرمان شايف ان هي هتبقى مباراه صعبه، ولكن ارشح باريس سان جيرمان. كلوب بروج واتلانتا. مانشستر سيتي وريال مدريد ماتش قوي جدا، ولكن عشان خاطر ابننا عمر مرموش اتوقع السيتي. يوفنتوس وايندهوفن اتوقع ايندهوفن، يعني بمستوى يوفنتوس ده اتوقع ايندهوفن. موناكو بنفيكا اتوقع بنفيكا. سبورتنج لشبونه ودورتموند اتوقع دورتموند. سيلتيك وبايرن ميونخ طبعا البايرن.
فاينورد واي سي ميلان امنيتي يا رب العالمين وتوقعاتي ان شاء الله ميلان هو اللي يصعد. هم دول الثمان فرق اللي انا متوقعهم يصعدوا لدور ال 16. انت برضو قول لي في التعليقات شايف مين وتوقعاتك مين اللي هيصعد لدور ال 16. قول لي رايك في التعليقات، وشايف اقوى مباراه مستنيانا في دور او في يعني في مرحله الملحق، ومين الثمان فرق اللي انت شايف ان هم ممكن يصعدوا لدور ال 16. قول لي رايك في التعليقات. ولسه مش ناسي، انزل اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زرار الجرس، اضرب الزرار كده وفعل الزرار كده واعمل لايك للحلقه واعمل شير. عايزين نوصل الحلقه او عايزين نوصل القناه لاول 1000 سبسكرايبر، يعني ما تبخلش على اخوك. انزل اعمل على طول سبسكرايب للقناه، فعل زرار الجرس واعمل لايك وشير بقى على قد ما تقدر. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جديده. استودعكم الله، صباحكم زي الفل، السلام عليكم.